وبيبتدي ملخصنا النهارده في بيت جاك، وبيكون عيد ميلاده النهارده، وبتيجي امه ماجي عشان تجهز الحفله ليه، وبتكلم المهرج اللي كان متفق معاه ان هو يجي الحفله، وبتعرف هنا ان هو متاخر ومش هيعرف يجي لان حصل عنده شويه مشاكل. فبتكلم جوزها عشان يشوف حد تاني بدل المهرج اللي مش هيعرف يجي، فبيقول لها خلاص انا هتصرف. وبيستغرب جاك ليه لحد دلوقتي ابوه ما جاش والحفله ولا حتى المهرج اللي هو مستنيه مع صحابه. وفجاه بيدخل المهرج عليهم واللي بيكون كنت ولابس لبس المهرج، وجاك واصحابه بينبسطوا والحفله بتخلص من غير اي مشاكل، وبينام على نفسه من كتر التعب. وتاني يوم لما بيصحى من النوم بيحاول ان هو يشيل الباروكه، بيلاقيها مش راضيه تتشال، وبيقول لمراته، فبتقول له ان هي اكيد لزقت بسبب ان هو نام بيها وهتتخلع مع الوقت، وكان لازم يوصل ابنه المدرسه. وبيروح بلبس المهرج ده عشان ما يتاخرش عليه، ومديره المدرسه بتشوفه وبتكون مستغربه هو ليه لابس كده. وبعدها بيروح الشغل لزمايله ومش بيكونوا عارفينه بسبب لبس المهرج اللي هو لابسه، ولا كان بعد كده بيعرفوه، وبيستغربوا ايه اللي عمله في نفسه ده. وبيطلع للحمام عشان يحاول ان هو يخلع اللبس الغريب ده، ولكن مفيش اي فايده، وكل اللي عارف يعمله ان هو يمسح المكياج من على وشه مش اكتر. وبيحاول بقوه اكبر ان هو يشيل البدله دي عشان يقطعها، وبالفعل بيلاقي سكينه وبيحاول يقطعها بيها، ولكن بيعور ايده بالغلط. فبيبحث تاني وبيلاقي منشار كهربائي، فبيحاول ان هو يقطعها بيه، لكن المنشار بيتكسر. وبيروح البيت وبيلاقي ابو مراته هناك، وبيفضل مستني ان هو يمشي عشان ما يشوفوش بالشكل ده، وبعدها يخش البيت على طول. لكن الكلب بتاعهم مش بيعرفه وبيفضل ينبح عليه لحد لما بتيجي ميج وتسكته، وبيقعد كنت يحكي لها اللي حصل معاه، وبتحاول تشيل له المناخير لانها شغاله دكتوره الاسنان، وبالفعل بتعمل كده وبتشيل المناخير لكنه بيتعور. وكلبهم هنا بيشوفها فبياكل المناخير على طول اللي وقعت على الارض. فبيتحرك على المستشفى وبيحكي للدكتور اللي حصل معاه لكنه مش بيصدقه، وبيقول له خد دش ساخن عشان الصمغ اللي كان حاطه على مناخيره. وبيمشي وهو متعصب لكنه ما كانش قدامه حل غير ان هو يسمع كلام الدكتور، ولكن طبعا ما جابش اي نتيجه. وفي تاني يوم بيكون ساب البيت وساب لمراته لساره ان هو هيمشي لحد لما يلاقي حل لمشكله البدله اللي مش عايزه تروح دي. وهنا بيكون دخل على بيت قديم، وده نفسه اللي جاب منه بدلة المهرج الملعونة دي، وبيكلم حد عشان يدور له على اسم صاحب البيت القديم، ويكتشف ان سبب البيع اصلا ان صاحبه مات. وبيقرر يروح المكتب عشان ياخد الملف، وبالغلط كح على واحدة من زمايله، وبنلاقي ان وشها بقى عليه مادة خضراء لزجة كده من اثار كحته، وبتكون قرفانة جدا منها. وبيحس ان هو جعان جدا، فبيروح لمطعم عشان ياكل حاجة ويفكر ممكن يعمل ايه. ولما بياكل فعلا بيحس ان بطنه لسه عماله تعمل اصوات كانه ما اكلش حاجه من ايام، والاصوات بتفضل تزيد اكتر من لما نظره بيقع على طفل صغير كان موجود في المطعم. وبيروح بعد كده محل البسه تنكريه وبيسال لو تعرف حاجه عن البدله، فبتقول ان هي ما تعرفش ممكن يجيب البدله دي منين، لكنه بتدل على محل اسمه كيسي، وبيكون نفس الشعار اللي كان على الصندوق اللي جاب البدله منه. فبيتصل بيه وبيساله عن البدله، فالراجل بيقول له مهما حصل ما تلبسش البدله دي انا جاي لك حالا. فبيرد عليه انا لبستها اصلا، وبيقول له اوعى تقطعها عشان هي بدله قديمه وهتتقطع على طول. فبيرد عليه وبيقول له ان هو مش عارف يقلعها اساسا، وبيقول له تعالى المكان حالا. وبنلاحظ ان مكياج المهرج بيزيد في وشه، وعروق ايده بيحصل لها حاجات غريبه. ولما بيروح للراجل اللي صنع البدله دي بيقدم له شاي وكتاب فيه قصص اسطوريه، وبنشوف قصه عن كائن بيشبه المهرج وبيعيش في الجبال البارده، وكانت بشرته بيضه ومناخيره حمراء بسبب البروده. وكان الكائن ده بيخطف الاطفال في فصل الشتاء، وده كان نوع من انواع التغذيه بتاعته في كل شهر من الشهور. وبتتحول الأسطورة مع الوقت من شيطان بيرعب الناس والأطفال لمهرج المعروف بالمكياج الأبيض والمناخير الحمراء، وبيبقى مادة للسخرية والضحك. وبيبتدي يفقد الوعي بسبب الشاي واللي بيكون فيه منوم، وبيصحى يلاقي نفسه مربوط، والراجل ده بيحاول يقتله وبيقول له إن ده الحل الوحيد عشان الشيطان اللي جواك ما يتحركش، لكنه بيعرف يفك نفسه، وفي آخر لحظة بيتحرك والسطور بيجي في كتفه مش في رقبته، ومش بيحصل له حاجة. وبيروح يضرب الراجل ده وبيقول له إن دي مش بدلة عادية، ده جلد وشعر الشيطان اللي كان في الكتاب، وعشان كده كان بيربطه عشان يقتله. وبيركبوا العربية وبيروحوا بيته، وبيشرح لمراته كل حاجة، وبيتفاجئ ان اهلها كلهم هناك، وفي واحد حاول يشيل الباروكة فبيمسك ايده لكنها بتتكسر منه. وبعدين بيركب العربية عشان يسلم المجنون ده للشرطة، وبيمشي على طول، وبيكون ابنه جاك واقف في الشباك ومراقب كل حاجة. وبالفعل وبعد ما بيركبوا العربية بيطلع كلام الراجل الحقيقة، وبنلاقي ان كانت رجليه وايديه ابتدوا يتحولوا ويبقى زي صورة الشيطان اللي كان بيسكن الجبال وبياكل الاطفال. واثناء ما بيتحول الراجل اللي وراه قدر ان هو يفك نفسه، وكان عايز يخنق كنت عشان يلحقه قبل ما يتحول لشيطان ويطلع بكامل قوته، فبيخبطه في حاجز. ولكن كنت بيطلع من العربيه وكانش فيه اي حاجه حصلت ليه، ولكن الراجل التاني بيكون مصاب باصابات شديده
وبيعرف كنت ان هو لازم يقتل نفسه ويلحقها قبل ما يندم. وفي الوقت ده بتيجي في عربيه فيها اطفال، واول لما كنت بيشوفها بيحس اكنه ما كلش حاجه من قرون، فبيقرر يهرب للغابه. وبيكون هنا في مجموعه اطفال مخيمين في المكان، وفي طفل منهم بيطلع بالليل للغابه وبيلاقي كنت مستخبي وسط الاشجار، وبيساله لو معاه اي حاجه تتاكل لانه جعان جدا. والطفل بيطلع حاجه لكنت عشان ياكلها، لكن اول لما بيقدمها ليه هنا كنت بياكل صباع الايد الولد، والولد بيطلع يجري وهو بيصرخ طبعا. وفي يوم تاني بنلاقي ان ماجي لقت الكتاب اللي بيحكي عن اصل المهرجين وقصة الشيطان اكل لحوم الاطفال، وبتقلب فيه شوية لكن بتترعب وبتقفله بسرعة. وبعد كده بنشوفه هناك في الحمام عمومي وبيبص في المراية، بيلاقي ان عينيه ابتدت لونها يتغير وشكل اسنانه بقى شكلها مرعب جدا. وهنا بيجي باص خاص بالمدرسة بتاعة الأطفال وعدى على الحمام عشان الأطفال يدخلوه، وكان بيستخبى جواه. لكن في واحد من الأطفال بيشوفه بيترعب جدا، وكنت بيطلع يجري زي المجنون من المكان عشان يبعد عن الأطفال. وبعد كده بيروح لفندق وبيحاول يفتح باب الأوضة، بنلاقي إن طفل صغير بيكلمه وبيقول له أنت بطنك عاملة كده ليه وعمالة تعمل أصوات كأنك جعان. ولما بيعرفوا إن هو ممكن يجيب له أكل، هنا كنت بيقول له روح بعيد عني وبيدخل الأوضة وبيقفل على نفسه. وبعد كده بيجي نفس الطفل ومعاه أكلة وبيخبط على باب كنت، ولكن اول مره ما بيشوفه بيقفل الباب على طول عشان ما تحصلش الكارثه. وبيقرر ان الانتحار هو الحل الوحيد زي ما الراجل المجنون ده كان بيقول له. وبنلاقي ميجي بتكلم ابنها عشان كلبهم اللي بقى تعبان جدا، وجاك بيقول لها مش يمكن عشان اكل مناخير المهرج الخاصه ببدله بابا. وبنلاقي ان كنت بيكلم ميجي في التليفون في نفس الوقت وبيقول لها ان ده الحل الوحيد قدامه. وبعد كده بنلاقيه ماسك مسدس وحطه في بقه وبيضرب النار على طول. وهنا بنلاقي الوان كتيره على الحيطه بدل لون الدم ومختلفه كمان ملوش لون محدد شبه الوان قوس قزح، والغريب ان هو اكتر من كده لسه عايش. وهنا لما بيفوق مرة تانية بيعرف ان هو لسه ما ماتش. وبعد كده كنت بنلاقي ان مراته راحت في رحلة بحث عنه، خصوصا ان جاك عمال يسأل على ابوه وهي ابتدت تخاف عليه. وهنا كنت بيكون فاكر ان في طريقة تانية للانتحار وهي باستخدام منشار كهربائي ويقطع راسهم وحتتين طبعا، لكنه بيكون متردد في كده وبيدخل الطفل اللي كان عارض عليه قبل كده. ولما بيخش الأوضة تاني المرة دي بيعرف يفتح الباب أثناء ما كنت بيحاول الانتحار، وبتحصل حادثة ومنشار من الاتنين بيخترق جسم الطفل الصغير وبيموت في ساعتها. فبيقوم كنت يدوق دم ونظراته بتتغير وبيقفل الباب وبياكله بعدها على طول، وفي فترة قليلة بيكون خلصه. وهنا بنلاقي ان ميجي لقيته بتحاول تروح له البيت معاها وهو بيكون مش موافق لحد لما بتقول له انها حامل وان هي محتاجاه ساعتها. بيخرج وبنشوف اجزاء من عظم الطفل اللي اكله في الضلمه. ولما بيتوديه البيت بيقول لها مهما حصل ما تفكيش السلاسل اللي ربطاني لانها ممكن تحصل مشكله اكبر بعدين. وهنا ميجي بتبتدي تحاول تعرف ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل بالظبط وازاي ممكن تنقذ جوزها من الموت. فبتقرر ان هي تروح المستشفى اللي محجوز فيها صانع البدل اللي عملها، وبتحاول ان هي تطلع منه باي معلومه مفيده وازاي تشيل البدله دي عن حد جوزها، بعد لما لقت في الكتاب اللي بيحكي قصه الشيطان صوره الراجل ده وهو لابس البدله. فكانت عايزه تعرف عنه اي معلومه، ولكن بيقول لها ان علاج جوزك عندي وما تثقيش فيه وما تقولش لحد اكتر من كده. وبعدها بتروح على البيت المهجور اللي كان لقى فيه البدله، وفعلا راحت وبتلاقي هناك كراسي وعليها قيود وقدامها كاميرا. فبتشغل الكاميرا دي وبتشوف اللي كان موجود، وان كان في مهرج شبه الشيطان اللي في الكتاب ومربوط في الكرسي واكنه شبه الوحوش اكتر من كونه انسان. وبعد كده بنشوفه ان كنت عمال يكح دم وبيطلع من بقه حاجه غريبه. وبيكون جاك راجع من المدرسه بدري بسبب تنمر العيال عليه لما شاف ابوه لابس المهرج، وبيسمع صوت ابوه جاي من القاب. وفعلا بيفتح القاب وبيروح على هناك عشان يشوفه. وكنت بيلاحظ ان ابنه بيعيط، فبيقول له بتعيط ليه وبيحكي عن تنمر الاطفال. وفعلا كنت بيعترف ان اسمه واحد من المتنمرين، وبيقول لجاك فكني وانا احل لك المشكله دي. وفعلا بيفكوا بنلاقي ان كنت راح على بيت صاحبه المتنمر ده وبيهجم عليه وبيقتله وبياكله. وبتكون ميج وجاك بيجهزوا شنطهم في البيت عشان يروحوا مكان تاني بعيد عن كين، ولكن بيكون كلبهم خلاص هو كمان اتحول وبيهجم على ميج وبيحبس صانع البدل اللي اسمه كارلسون وبيقطع راس الكلب. وبرضه بدل ما يطلع دم طبيعي طلع سائل لونه زي لون قوس قزح بالظبط على طول. وبعد كده بيشرح لها تاريخ البدله دي وان هو بحكم شغله في مجال الازياء، وهنا اخوه كان شغال دكتور في مستشفى، فقال له انا هروح والبس لبس المهرج ده وفرح الاطفال وبعدها ابيعها على طول. وفعلا عمل كده، ولكن ابتدت اللعنه هتحل عليه في الوقت ده. وقبل ما يتحول بشكل كامل طلب من اخوه المساعده، وفعلا اخوه ساعده وكان الحل الوحيد
ان هم يخطفوا 5 اطفال وياكلهم طفل لكل شهر في الشتاء، وفعلا اخوه بقى يجيب له اطفال على وشك الموت وياكلهم، وده بيكون التسجيل اللي ميجي شافته في البيت القديم اللي كان فيه البدله. وكمل كارسون عشان يحكي القصه، وكان بيقول ان من ساعتها واخوه اشترى البدله دي، وكانت مهمته الوحيده حمايه البدله عشان محدش يكرر نفس الموضوع. ولكن لما مات هو معرفش يخبيها، ومن هنا ابتدت احداث الفيلم. وبيقول ان البدله دي ولا هتعرف تدمرها بأي طريقة، وبيفكروا هو ممكن يكون راح فين، ودماغها بتيجي على واحدة من الصالات القريبة، وراحوا كانوا هناك فعلا، وقدر ان هو يقتل 2 من الأطفال. وبعد ما أكل في المكان هرب، وميج وكارسون قعدوا يدوروا عليه، وساعتها طلب منها ان هي تجيب الطفل الخامس والأخير ويرجع لها جوزها زي ما كان هو عاوزين، او انه هيروح يقتل ابنهم جاك، وقال لها على مكان المقابله. وبعد كده هرب من المكان. وفعلا ميجا بتيجي هنا هتفتكر الموضوع، وفي نفس الوقت بيكون في بنت خايفه، وعرفت ميج ان هي كانت بتروح العياده اللي هي شغاله فيها، وبتقول لها ممكن توصليني البيت، وبتاخدها على طول. ولكن بتوديها على المكان اللي اتفقت عليه هي والشيطان، وبتخرجها من العربيه، وبتقفل العربيه عشان الشيطان يجي وياخدها. لكن الشيطان مش بيكون هناك، وبيكون في بس عربيه شرطه بيكون فيها محقق. وهنا بيلمح البنت من بعيد وهي بتخش عربيه ميج في مكان الجريمه، وبيلحقهم. وبعد كده بتدرك ميج ان طلب الشيطان مش هنا، فهو لازم يكون رايح يقتل جاك. فبتروح على بيتها وبتلاقي ان ابوها وجاك هناك، ووسط ما هي بتتكلم مع ابوها واللي كان بيحاول ان هو يعرف اللي حصل، بيجي الشيطان من وراه وبيقتله، وعمال يقول فاضل طفل واحد، وبعد كده هيتحاول ان هي تهرب. لكنه بيلحقها، وغالبا كان عايز الطفل اللي في بطنها، لكنه هو خلاص هيقتلها. بتقول لابنها جاك ان هو يجري، فبيعرف ان هو هنا، فبيروح يجري وراه وسابها مصابه، لكن بتقدر تقوم وتسيبه في سكينه في رقبته. لكن المره دي بيصيبها اكتر ويطلع يجري ورا جاك تاني، اللي بيلاقيه مستخبي تحت السلم وبيكسر السلم، وخلاص بيكون هيقتله. ولكن ميجي بتقوم تاني وبتعرف ان هي تربطه من رقبته بسلسله حديد، واللي بسبب الجرح اللي هي عملته قبل كده بالسكينه، وبسبب ان هو مربوط حاول بعنف ان هو يهجم عليها في راسه، فبقت ضعيفه. وكانت دي فرصه ميج ان هي تضربه بمطرقه تقيله على راسه وتفصلها عن جسمه، وفعلا نجحت في كده. ولكن بعد كده بتكون راسه لسه ماسكه في جسمه بجزء صغير جدا، فبيقوم تاني ويهجم عليها. ولكن المره دي ميج بتخلص عليه نهائي وبيموت. وبنشوف ان الشرطه وصلت البيت وخدت بدله وباروكه المهرج كادله للتحقيق في القضيه. بكده تكون قصه النهارده خلصت، واستنونا في فيديوهات جايه. يلا سلام.